عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سوير ومودي، والنهاردة ان شاء الله هنعمل بقى كنافة. شايفين بالمهلبية، جميلة جميلة جميلة. اتمنى ان الفيديو عجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير. سوير ومودي، شايفين ايه تحفة؟ شايفين في منتهى الجمال والله. شايفين اهي. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير. سوير ومودي، ويلا نشوف بقى عملنا الصينية الجميلة دي، الكنافة دي الجميلة دي عملناها ازاي. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوناش في اللايك والشير. سوير ومودي، يلا بينا نشوف المقادير، عملنا الصينية دي ازاي. اتمنى انها تعجبكم، وما تنسوناش في التعليقات الجميلة اللي انتوا بتبعتوها لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم سهير ومودي، واشكركم على التعليقات الجميلة اللي انتوا بتبعتها لي. يا رب يفرحكم كده زي ما بتفرحوني، واشكركم يا حبايبي، ما تحرمش منكم ابدا يا رب. النهاردة هنعمل بقى ايه، فيديو حلو كده، يا رب يعجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير. سهير ومودي، نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونقول دعاء كده، يا رب يشفي كل مريض، يا رب يرحم امواتنا جميعا يا رب. عندنا هنا نص كيلو كنافة، انا حطاه في الفريزر اهو زي ما انتم شايفين اهو. وعندنا هنا معلقتين 3 معالق نشا، عندنا كوباية سمنة، عندنا هنا سكر بودرة، هنا عندنا الشربات انا بعمله بكمية وبخليه عندي ده بارد. هنا عندنا الصينية دهنها سمنة، شايفين عاملة ازاي. الكنافة بتحب السمنة الكتير. عندنا هنا ايه، كوبايتين لبن. اول حاجة هنعملها نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطع دي كده، نفركها كده اهو وهي طالعة من التلاجة زي ما انتم شايفين كده. عايزة تحطيها في الكبة وتفرميها ماشي زي ما انت عايزة. ده نص كيلو كنافة اهو، هنفركه. لو انت جايبه كنافه من طازه، حطيها في الفريزر شويه تجمد، هتخليها تعمليها زي كده بالظبط كده. شايفين انا هعملها عشان ايه ما اضيعش وقتكم. ودلوقتي انا نقلتها في حاجه اكبر. شايفين عاملينها ازاي اهي. شوف فرقتها بايدي، مش محتاجه ولا كبه ولا اي حاجه اهي. ماشي، هنحط هنا كوباية السمنة، بسم الله الرحمن الرحيم. هنقعد نقلب بقى فيها كده السمنة عشان كله يتاخد بالسمنة. دلوقتي بعد ما انا غلفتها كلها بالسمنة، كأنك بتبسي كحك كده وتقعدي تفركي فيها بالسمنة لغاية ما تتشرب. شايفين عاملة ازاي. هنحط هنا معلقتين السكر او 3 معالق سكر زي ما انتي عايزة اهو. هنقلبهم كله مع بعضه، نغلفيهم كله بالسكر كده اهو زي ما انتم شايفين. نجيب الصينية نكبسها كده جامد، نضغط عليها بصوت كده اهو زي ما انتم شايفين.
ولو في صينية اقل منها هنعمل لها حرف كده عشان هنعمل لها مهلبية اهي عشان ما تخرجش منها. حاولي كده تخليها كلها زي بعضها، لو حتت فاضية تكمليها كده اهو. حاول اضغط عليها جامد. هنا عندنا كوبايتين لبن، هنحط عليهم النشا نقلبهم على البارد زي ما انتم شايفين كده. انا بقى هحطهم على البوتاجاز ولما اخلصها هوريها لكم. دلوقتي احنا خلصنا اهو المهلبيه اهي، شايفين القوام بتاعها ازاي تحفه اهي. هنا جبت صينيه اصغر شويه وضغطت عليها جامد اهو، شايفين اهو، شايفين عامله ازاي. هنيجي بقى نحط هنا المهلبيه او القشطه الكدابه اللي بيقولوا عليها. نحاول نوزعها، ما نجيبش عند الاطراف قوي، احنا رافعين الاطراف بتاعتها بس برضو ايه نحاول كده ما نجيبش عند الاطراف. انا هسيبها بقى تهدى شويه وبعد كده نحط بقيه الكنافه. ودلوقتي بعد ما جمدت شايفين عامله ازاي جامده اهي. دلوقتي نحط بقى بقيه الكنافه بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده نغطي كل المهلبيه دي ولا القشطه اهي. نغطي المهلبيه كلها. منخليهاش باينه، نحاول نغطيها وهنضغط بس مش هنضغط قوي. نسويها انا يعني ما بضغطش جامد بحيث ان ما نخليش المهلبيه باينه اهي، شايفين. انا هدخلها بقى الفرن زي ما انتم شايفين كده، هدخلها الفرن ومجرد ما تطلع هنحط لها بقى الشربات بتاعها. ودلوقتي اول ما خرجت من الفرن زي ما احنا شايفين كده هديها الشربات. شايفين سامعين الصوت. وبكده بعد ما خلصنا قلبتها شايفين تحفة، شايفين الشكل عامل ازاي جميلة جميلة جميلة. اتمنى ان انتوا تجربوها. شايفين هنا القشطة
شايفين القشطة تحفة. شايفين المهلبية دي اتمنى انها تعجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير. سهير ومودي، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين من هنا كمان. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.